بعد ما الأب مات، حسين كان لسه طالب في الثانوي، هو وأخوه الصغير حسنين. وابتدى الفقر يدخل على العيلة من كل باب، فقر مدقع، لدرجة إنه حسين بقى ياكل في المدرسة الأكل الحكومة عشان يوفر أكله في البيت. يخلص حسين المدرسة وكان نفسه يدخل كلية كبيرة، ده كان حلمه إن هو يتعلم تعليم عالي. بس لقى إنه مامته وإخواته محتاجين فلوس، محتاجين حد يصرف على البيت. مامته شجعته إن هو يشتغل، فهو قال لها ماشي يا ماما اللي تشوفيه، وقرر فعلا إن هو يشتغل، يروح يشتغل كاتب صغير في مدرسة في طنطا، ويعيش على أوضة فوق السطح عشان يوفر الإيجار، ويبتدي يوفر في فطار وياكل فول، وفي عشاء ياكل جبنة، كل ده عشان يوفر كل قرش ويبعته لأمه وإخواته. شوية واتعرف على مديره في المدرسة، وابتدوا يلعبوا طاولة بعد الظهر بعد ما المدرسة تخلص. تدخل بنت مديره بالشاي في مرة وتعجبه، واضح إن مديره كان عايز يجوزها له. بس مامته تجيله في طنطا بتقول له استنى شوية يا حسين، أخوك حسنين في الكلية ولسه محتاج كل قرش، احنا محتاجين الفلوس اللي انت بتبعتها كل شهر دي، احتياج شديد جدا. حسين يسمع كلام مامته تاني ويقول لمديره لا، مش هقدر اتجوز دلوقتي لانه اهلي محتاجين فلوس. وفعلا ما يتجوزش البنت اللي كانت عاجباه عشان بس يبعت الفلوس لاهله. تعدي سنين طويله وهو راضي وقانع، كل شهر يبعت لهم فلوسه ويبعت لهم المصروف عشان يقدروا يعيشوا، وعشان حسنين اخوه يقدر يكمل في الكليه الحربيه. شويه وحسنين اخوه فك خطوبته مع بنت الجيران اللي كان بيحبها، لانه لقى انه مستواه اعلى منها. حسين يعمل ايه؟ يروح لابوها ويتقدم لها، وابوها يجوزها له، يرضى بيه فعلا. حسين كان قانع وراضي وصابر ومتوكل ومسؤول. هو اكتر واحد كان ظل الام، اكتر واحد بيضحي عشان العيله وعشان المركب تمشي.